أجمل ما نبدأ به صباحنا هو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يوم جديد وحياة جديدة سعيدة بإذن الله. روتين النهاردة هيبدأ معاكم من بعد الشغل، من بعد العمل إن شاء الله. هنحضر الغدا مع بعض. عملت شوية حاجات خفيفة، لكن النهاردة أنا عايزة أتكلم في حاجة تاني خالص غير الروتين. الروتين مفهوم وكل اللي فيه ما شاء الله، يعني مش محتاج توضيح. لكن أنا عايزة أتكلم في حكاية هو إيه اللي بيحصل لنا. هو إيه اللي تحس إن أنت عندك حالة من الملل. كل شيء بيعادي، كل شيء، كل حاجة. لا، مش زي فرحة زمان. فرحة زمان تحسيها اختفت. كنا بنفرح بس مش زي فرحة زمان. حتى الحاجة اللي كنا مستنيينها ما شاء الله، يعني حتى لما بتيجي مش هي الفرحة اللي احنا كنا مفروض نعملها. تحس الإنسان استغفر الله العظيم يا رب اتعود ان لا يا رب لازم تستجيب لي. اتعودنا ان لا بقى عادي، كله عادي. بس انا بتكلم في حتة ان استغفر الله العظيم مفيش رضا عندنا، مفيش في قلوبنا رضا. ان انا ارضى باللي ربنا كاتبهولي، ان انا ارضى حتى ان انا افرح نفسي. يعني ربنا بعت لي حاجة انا عايزه افرح نفسي بيها، لكن للاسف حتى الفرحة ناقصة. زي يوم العيد مثلا، ايه ده عيد وحش، ايه ده عيد مش عارف ليه. انت كنت مستني ايه من العيد؟ لا بصح، يعني بجد يا جماعة، هو انتوا منتظرين ايه من العيد؟ منتظرين العيد يغير حياتكم؟ منتظرين العيد يجيب لكم الجنة؟ هي كده. انت منتظر العيد يعمل تغيير جذري لحياتك 360 درجة. مستني العيد يحللك كل مشاكلك كأنك هتعيش في الجنة. فنفس الفكرة، أنا بدعي ربنا، ولما نوصل إن الحاجة دي حصلت وربنا حققها لي، استغفر الله العظيم، لا مش هي الفرحة. لا أنا ما كنتش عايزة كده، أو لا أصل هي جت بعد مدة. لا، هي جت في الوقت اللي ربنا عارف إنك محتاجاها فيه. فخلينا نرضى، خلينا نفرح. يعني حاولي، يعني اقنعي نفسك بالفرح. حاولي تعيشي لا انا حياتي حلوه الحمد لله، مهما كان فيها انا حياتي حلوه. انا عامله شويه قرنبيط وشويه سباجيتي على فكره، وزي الفل. انا راضيه الحمد لله. حياتي مليانه حاجات حلوه. فيها مشاكل ماشي، وفيها اللي فيها. ما هي دنيا، يعني انت عايزاها ايه؟ هي دنيا لازم يكون فيها مشاكل. بس انا ايه؟ امسك حته الفرح، امسك الفرح، امسك الفرح وتشعلقي فيه. ما تسيبوهوش يا ست الحاجة. ازاي ده يعني؟ استغفر الله العظيم، ان ربنا يبعت لي حاجة حلوة، ربنا يبعت لي فرح وسعادة ولحظات حلوة، وانا اقلبها بنكد. اصل مش هو ده اللي انا كنت عايزاه، اصل مش هو ده اصل هو جاي بعد مدة، اصل مش عارفة ليه. لا، امسكي في الفرح يا حبيبتي، امسكي فيه، امسكي فيه بايدك واسنانك. اصل احنا لحظات، عمرنا ده لحظات. هت عندك 30 سنة مثلا 40 سنة هتعيشيهم، يعني تلتهم نوم، التلت التاني عمل وبتاع و- ومعايشة في الدنيا، والتلت الأخير نكد. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحانك يا رب. إن رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودة. أرجو الفيديو ما يكونش طول عليكم. مش عايزة أطوله. لو عجبك الفيديو وصلت لحد هنا، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.